معكم الآن مراسلة محمدية تايمز من الرباط. قبل دقائق من الآن وصل الوفد رسمي لفرانسوا أولاند إلى البرلمان، وقبل ساعات من وصول هذا الوفد إلى البرلمان كان هناك تطويق أمني لجميع الأزقة وجميع الشوارع، أبرز شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس، يعني جميع الأزقة والشوارع المؤدية إلى البرلمان هناك تكتلات أمنية جد كبيرة. وكذلك يقوم الجهاز الأمني بتفتيش المارة، تفتيش مدقق، ويفتشون في المقاهي، يعني في جميع الأماكن العمومية يقومون الآن بتفتيشها وتفتيش حقائب اليدوية للمارة رجالا ونساء. وقد وصل قبل قليل أنه تم اعتقال 8 مناضلين من إطار التنسيق الميداني للمجاوزين المعطلين. تحدثتوا على مجموعه ديال الاعتقالات في المناضله، واش تقدري تحددي لنا العدد، واش كان شي اعتقالات اليوم او البارح ولا اول البارح؟ كانت هناك اعتقالات يوم الثلاثاء بطبيعة الحال، وقد تم إطلاق سراحهم مع 11 ليلا، وكان كذلك اعتقال البارحة لمجموعة من المناضلات والمناضلين في هذا الإطار، وكذلك اليوم تم التوصل أنه تم اعتقال 8 مناضلين في هذا الإطار.